معنا من دمشق الإعلامي والكاتب وعضو مجلس الشعب السوري شريف شحادة. سيد شحادة، هذه الانشقاقات التي تتوالى ألا تدحض الرواية الرسمية بأن النظام السوري يحارب جماعات إرهابية؟ أولا الحمد لله أن أزمة كهذه الأزمة مرت على سوريا حتى استطعنا أن نغربل هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون الآن عن حب الشعب، وهو كان ضابط سابق في المخابرات وفي الأمن الجنائي وسرق ما سرق من الآثارات في محافظة اللاذقية. اليوم يظهر علينا كبطل قومي مدافع عن كرامة الشعب، كان مع القيادة السورية ومع حزب البعث السوري لمدة 40 عام. أنا لا أعرف كيف استفاقت النخوة به الآن ليتحدث عن نظام مجرم هو نصف هذا النظام. استفاقت النخوة لديه ولم تستفق النخوة لديك لكي تتهمه بالسرقة الآن. هو كان ضابطا بكلية شرطة، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة اللاذقية، في محافظ إدلب، محافظ اللاذقية، محافظ القنيطرة. الآن تذكرت أنه سرق؟ أنا أقول لك أنا يوجد بي نخوة أكثر منك ومنه هو ذاتا، وإذا أردت أن تتحدثي بالإعلام فكوني إعلامية ولا تكوني خصما. أنا لدي نخوة أكثر منك ومنه، وأنا أقول وأتحدث عن واقع هو لص وكان موجودا وكان من المفترض أن يعاقب. متى اكتشفت أنه لص؟ نعم، منذ زمن نحن مكتشفين أنه لص. كم هو هذا الزمن؟ هو في عام 2008 عين سفير سوريا لدى العراق. عين أو لم يعين، هو هذا تاريخه، ومن مسؤولية القيادة أنها أبقت عليه في مكانه. هذا واحد. مسؤولية القيادة أنها أبقت عليه، هذا يعني أنها أبقت على فاسد؟ نعم، هناك أخطاء في القيادة وضعت كثير من يعني شجعت الفساد؟ لا، لم تشجع الفساد. يعني الثورة لديها حق عندما تقول نريد محاربة الفساد ضد هذا النظام. دعيني أتحدث. تفضل. هناك ضمن أجهزة الدولة، نعم، هناك فساد نحن تحدثنا عنه ويجب أن يجتث هذا الفساد. نحن نتحدث عن فساد ولا نخاف من هؤلاء على هذه الشاكلة. في أول تجربة للوطن فر بعد أن سرق كل شيء، مثله مثل عبد الحليم خدام مثل غيره. طيب، ذكرت عبد الحليم خدام، لم تذكر سفير سوريا السابق لدى السويد العمادي، لم تذكر فاروق طه، لم تذكر رياض آغا، لم تذكر محمد حبش، لم تذكر مناف طلاس. اسألي كل واحد له سجل وهو يعرف سجله، وهو حزين لأنه لم يسرق نصف الآخر من البلد. ولذلك أنا أقول لك كل هؤلاء الذين هاجروا أو هربوا أو سافروا ليس لدينا وقت لنضيعهم. الأبواب مفتوحة والمطارات مفتوحة لكل من يريد أن يغادر. هذه لحظة تاريخية للوطن، إما أن نقاتل دفاعا عن سوريا، وهؤلاء الذين يتباكون الآن على سوريا سرقوا أموال سوريا وهم يتباكون على النصف الآخر من أجل أن يسرقوه. فلك علم أن هؤلاء هذا تصنيفهم، وما زال ضمن أجهزة الدولة أناس يجب أيضا غربلتهم وأخذهم إلى المكان الصحيح. كم تتوقع مزيد من الغربلة؟ يا سيدتي، هذا الوطن تعداد سكانه 23 مليون، إذا ظهر 1000 أو 1500 لا يعبرون. 1000 و 1500. شكرا جزيلا لك شريف شحادة، الكاتب والإعلامي من دمشق.